السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. النهاردة فيديو جديد واكلة جديدة. النهاردة هنسمي الله كده ونذكر ربنا كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشان خاطر نعمل غدانا النهاردة ايه بسيط وسهل. قلنا ايه نعمله بقى ايه نحدقه بقى كده نغير ونجيب بقى ايه شوية رنجة كده حلوين نعملهم بقى على الغدا بتاع النهاردة. قبل ما نبدأ طبعا زي العادة ندوس لايك ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديو جديد لما يجي ينزل. زي ما انتم شايفين ده كيلو الا ربع رنجة، كيلو الا ربع رنجة. نشيل 3 سمكات دول كيلو الا ربع. بسم الله ما شاء الله كده. شايفينها جميلة ازاي وطازة وجميلة وطرية. وانا ايه مش هعملها على وضعها كده، انا بحب ايه ان احنا نعملوها تبقى ايه واخدة صدمة على النار، يعني ايه تشويحة كده على النار. بحب اشوحها على النار قبل ما اعملها. هنجيب بقى طاسة طبعا ايه انا هحمر عليها شوية زيت كده من طاسة البطاطس، وهحمر معاها بتنجان. كنت موريكم بتنجان ومعايا بطاطس على النار. انا بس اديتها تشويحة بس ايه تاخد صدمة كده، بس فتح معايا كده لحمها وتاخد بس اللسعة الحلوة دي، تبقى ايه لحمها كده ايه متشوح. في ناس تاكلها كده على طول اصلا هي مستوية، بس انا بنحب ايه نزود لها ايه اللسعة بتاعت النار دي. انا بحبش احطها على النار على طول كده مباشرة وامشيها على النار كده، عشان بتنزل زيت وبتنزل دهون على البوتاجاز، وريحة الرنجة هتفضل قاعدة في العيون كتير. يعني تيجي تشغلي العين هتلاقي عملت معاكي ريحة. في اي حاجة تعمليها بقى تاخد وقت كتير قبل ما تطلع. زي ما انتم شايفين كده ايه فتحت معايا جميلة بسم الله ما شاء الله طازة. وفي دقيقة بس انا عملت بطاطس وبتنجان جنبها. وانا هقطع معاها ايه هحطها زي ما هي كده؟ لا، هقطع معاها طماطم وهقطع معاها بصل عشان تبقى ايه طعمها احلى واحلى. انما كده زي ايه سلطة الطحينة كده، زي سلطة رنجة. كشف الطفا عشان الجو سخن عندي في المطبخ. زي سلطة الرنجة، عارفين سلطة الرنجة احنا بناكلها كده طماطم وبصل. لو عندك فلفل الوان بنحط، ما عندناش بنحط فلفل احمر اخضر عادي اللي هو الحامي. لو ما عندكيش عادي برضك ما تشغلش، مش مشكلة. ما نشغلش بالنا ايه الموجود يسد، يعني موجود نشغل بنفسنا. هنقطع بقى ايه الطماطم كده ايه شرايح عشان الحته الخضرا بتاعتها دي مكعبات كده. بقول شرايح بقول مكعبات، هي مكعبات. هنقطع بقى ايه انا هعمل الكميه دي في طبقين، مش هحطها في كميه طبق واحد، بس انا بس هوريها لكم عشان ايه الطماطم تبقى كتيره. انا هشيل نصها واحط ايه نصها في طبقتين، هوزع الكميه دي كلها على طبقين زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب بصل طبعا انا غسلت البصلايه ونقعيها في ميه عشان تنزل حميانها ايه براها، متبقاش يعني تدمع وانت شغاله. هتشيل الراس دي وتسقطي راسها اللي انت شلتيها دي في ميه، هتنزل معاكي ماده بيضه كده. دي بقى ايه الحميان بتاعها كله بينزل في الميه. تيجي تقشرها تقطعيها تخرطيها، ما تعملش معاكي تدمعي عينيكي خالص، ولا عينيكي تحرقك ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى ايه البصل كده على الوش كده نزوده بيها كده اهو، يديها طعم حلو برضك. والبصل الاحمر كمان جميل. انا كمان بقطعه مش خرايط، خرايط اهي شرايح عشان خاطر لسه مذاكر ولا خريطه. قطعه شرايح وايه ونحطوه على طبق فيه ميه وخل وشطه او بابريكا، بخلي لونه كده احمر كده وجميل. عندكيش بابريكا حطي ميه وخل بس وليمون وعصايه عليه ليمونيه كده ايه بتديله طعم كده حلو. هفصص بقى ايه الرنجه خلاص خدتها من على النار
شوحتها بس تشويحه كده من الجنب ده والجنب ده، واحطها بقى ايه على طول في الطبق، افصصها كده ونقطعها مفصصة كده تفصيص، ونشيل منها الشوك الكبير عشان ما حدش يخش في زور شوكة وايه تبقى صعب يعني هي ايه واحد يطلعها، واحد ايه متأذي كتير من شوك الرنجة ده بالذات زي ما انتم شايفين. وانا دخلت في زور شوكة الكبيرة دي ورحت الدكتور وقعد في بقي ساعة عشان يطلعها. نفس الكلام بدك كانت مع ابني، بدك دخلت شوكة بدك اللي هي شبه ال8 دي، دفعت فلوس قد كده عشان خاطر يشيل الشوكة دي. وادي البطروخ، شايفين البطروخ بتاعها فصص كده ايه الرنجة، ونحط بقى ايه بطروخ كده على جنب. انا هحطه في طبق تاني بس ايه اخلص بس تفصيص الرنجة ده. ما بحبش اقطع الرنجة حتت صغيرة، احبها احطها ايه فص بفص وكده تبقى ملحمة كده تبقى حلوة. ادي البطروخ الطري ده عندي عيالي بياكلوه وانا باكلش الطري، انا باكل المرمل بس. من كده ايه نقطع كده الرنجة حتت حلوة كده كبيرة تملى العين، متبقاش حتت مفتفتة كده ايه وصغيرة ومهرية. الموبايل وقع. وكده بعد ما خلصت الرنجة بالطماطم والبصل والليمون، ومعاها ايه كنت انا شايلة عندي حتتين ملوحة، دي ملوحة مش فسيخ، دي ملوحة، دي ملوحة يعني اصغر من الفسيخ. كان شايلة منها عندي حتتين وحطهم في الزيت في الفريزر وطلعتهم ايه وظبطتهم وعملتهم. وادي البصل الاحمر بس مقطعين قد ايه بنحب البصل احنا. وادي بتنجان مقلي متبل ومتظبط وبطاطس. وادي الملوحة وادي الرنجة وبطاريخ والبصل. اتفضلوا معانا، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.